هتلاقي قلبك كده مطمن، هتلاقي نفسك كده رايقة، هتلاقي نفسك كده مبسوطة. الحمد لله مفيش حاجة مضايقاني مهما يحصل، مهما كانت الظروف اللي حواليكي. الحمد لله مش شايلة هم، مش زعلانة، مش خايفة، مش قلقانة. ليه؟ أنا معايا ربنا. ازاي احافظ على صحتي النفسية؟ ازاي زي ما بتحافظي على جسمك تحافظي على انك تكوني رشيقة، تدخلي في طريق بقى التخسيس وتظبطي نفسك كده وتظبطي حالك، زي ما المفروض كمان تظبطي حالتك النفسية. الصحة النفسية دي اهم بكتير 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 من الصحة الجسدية. لو ما ظبطتيش صحتك النفسية، صحتك الجسدية دي مهما تعملي فيها مش هتتظبط. هيبقى انتي حاسة ان انتي متظبطة من جواكي، بس انتي لا، انتي تعبانة نفسيا من جواكي، والتعب النفسي ده بيقلب على طول لتعب جسدي على طول. فانتي لازم 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 تحافظي على صحتك النفسية عشان خاطر تكوني صحة جسدية وتكوني جميلة ونفسك نفس مطمئنة كده. بإذن الله في الفيديو ده هنعرف ازاي تحافظي على صحتك النفسية. تابعيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم آية من قناة جنة الدنيا مع آية. لو أول مرة تشوفيني اشتراك وتابعيني. بصي هقولك على حاجة، اقعدي مع نفسك كده وقولي لنفسك كده، هو أنا أفضل في الوضع اللي أنا فيه ده لحد إمتى؟ هفضل في إن دي تقولي كلمة أزعل وأتأثر فأبقى متضايقة، يبقى هيجيلك تعب نفسي، هيجيلك تعب نفسي حزن، هيجيلك تعب نفسي قلق، توتر، خوف. كل ده سبب تأثير أي حاجة من حواليك. إزاي نحافظ على صحتنا النفسية؟ بصي، أكتر حاجة في الدنيا هتخلي صحتك النفسية دايما حلوة كده ذكر الله. ذكر الله. ربنا بيقول في القرآن: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. هتلاقي قلبك كده مطمن، هتلاقي نفسك كده رايقة، هتلاقي نفسك كده مبسوطة. الحمد لله مفيش حاجة مضايقاني مهما يحصل، مهما كانت الظروف اللي حواليكي. الحمد لله مش شايلة هم، مش زعلانة، مش خايفة، مش قلقانة. ليه؟ أنا معايا ربنا. بس ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خلي ليكي ورد كده، يعني انت بتنظفي كده، وانت بتروقي، وانت بتدعكي مواعينك. بصي خلي لسانك كده راتب بذكر الله، الصلاة على النبي، تقولي الأذكار. انت ماشيه في طريق كده بتعملي مشوار او حاجه، انتهزي فرصه الطريق اللي انت ماشيه كده، اقعدي اذكري ربنا، اقعدي استغفري، اقعدي احمدي ربنا. بصي انا معاك كده دايما يا رب، انا معاك في كل يوم كده، انا معاك يا رب، لان هو ربنا دايما معاكي. حتى لو انت مش ناسياه ومش في دماغك، ربنا هو معاكي وحافظك. ازاي ما يكون حد كده، تخيلي مثلا جوزك بيحبك قوي في ايام الخطوبه والكلام ده، يسأل عليكي رحتي فين، جيتي منين، يومك عامل ايه النهارده، بص مهتم بيكي خالص بقى وبيحبك. تخيلي بقى ربنا اللي هو خلقه، اللي هو المصدر الحب ومصدر الامان ومصدر السلام النفسي ومصدر الطاقه الايجابيه كلها، الرحيم الودود معاكي كده، وهو معكم اينما كنتم. ربنا معاكي في كل حالاتك، ربنا معاكي في كل حالاتك. وربنا كمان بيقول: ولقد كرمنا بني ادم. ربنا مكرمك. ما ترضيش على نفسك بالزعل، ما ترضيش على نفسك بالحزن. اتكلمي مع نفسك كده وقولي: انا راضيه عن اللي انا بعمله في نفسي ولا مش راضيه؟ مدي لنفسي حقها ولا مش مديه لها حقها؟ مقصره فيها في حاجه ولا الحمد لله مهتميه بيها، سواء نفسي سواء جسدي؟ تمام. راحتك النفسية أو راحتك الجسدية، إن لنفسك عليك حق. إن ربنا هيسألك عن نفسك. تمام. ما تجيش على نفسك. أكتر ظلم في الدنيا ده ظلم النفس. حافظي على نفسك. بصي، إحنا بشر، وأي حد بيزعل، أي حد بيتخنق، أي حد بيتضايق. تمام. يعني أي حد، إحنا بشر. بس إيه بقى، يعني هو أصلا لما كانش الكلام يزعل أو يحزن، يعني ما كانش ربنا قال فلا يحزنك قولهم. لو ما كانش الكلام يحزن فعلا ما كانش ربنا قال فلا يحزنك قولهم. انما ايه الزعل بقى؟ بصي ما تاخديش يوم واثنين وثلاثة واسبوع انا زعلانة ومتضايقة عشان خاطر كلمة من حد او عشان خاطر موقف حصل بصي اخرك ساعة 2 3 6 يوم، اخرك يوم خلاص، بعديها تبدأ يوم جديد. ما تخليش الزعل يسيطر عليكي، ما تخليش اصلا الشيطان يسيطر عليكي ويسيطر على افكارك ويديكي بقى افكار سلبية.
دي قالت لي كده ليه، طب وانا قصرت في ايه، طب وانا عملت ايه، ده انا كويسه معاها، ده انا مش عارفه ايه، طب الموقف ده حصل، لا ده انا كده انا غلطانه، المفروض كنت قلت كذا، المفروض كنت. ما تقعديش تجلدي نفسك، ما تقعديش تجلدي ذاتك. محدش هينفعك، محدش هينفعك. يعني حافظه على صحتك لنفسك، حافظه على صحتك لولادك. ولادك دول محتاجينك، ولادك محتاجينك. اياكي تأثري تيجي على نفسك وتأثري في صحة نفسك. حافظي على نفسك، روحي لربنا، خليكي مع ربنا ومع القرآن. وانا كنت عامله حلقه في القناه هنا عن القرآن، اسمعيها هتفيدك جدا. خليكي مع ربنا وخليكي متفائله، ظني في الله خير، فما ظنك بالله. يا رب اللي انا فيه خير، واللي جاي خير اكبر، واللي عدى برضو كان خير، لان انا اتعلمت منه كتير. امشي كده في حياتك، اتعلمي، امشي كل حاجه تحصل لك تقفي واقفه كده مع نفسك وتقولي يا ربي ايه الرساله اللي انت بعتها لي في الموقف ده. هتلاقي في حاجه ربنا بينبهك ليها ويقولك في كذا، خلي بالك من كذا، اعملي كذا. تمام، هتلاقي في افكار بتتنزل عليكي كده. والله فعلا اذا سالت فاسال الله. خليكي مع ربنا، وربنا دايما يكون معاكي، هو كده كده معاكي، وهو معكم اينما كنتم، والله بما تعملون بصير. يعني كل اللي انت بتعمليه ربنا بصير عليه وشايفه وعارف انت بتعملي ايه. تمام، فابدا ما ترضيش ابدا بالاهانه، ما ترضيش بالحد يزعلك او يقولك حاجه، لا لازم تاخدي موقف. انت لو ما خدتيش على ما حافظتيش على نفسك وقدرتيها، مش تلاقي حد يقدرك. ما هي اصلا مش عادي عادي عادي، مش في دماغها، لا عادي عادي، فاهمه؟ لا لا، ده دي محافظه على نفسها، لا ده دي واحده كده مهتميه بنفسها، ده دي واحده مقدره قيمه نفسها. انما لو واحده تاني عادي، لا ما بتزعلش من الكلام، لا دي ممكن اقول لها اعمل كذا وهي مش في مقدرتها ان هي تعمل، مش قادره تعمل حاجه زي كده او كده، لا هتعمل، لا هتيجي على نفسها، لا تقدر عليه تقدر وتعمليها لله. تمام، انما ما تقدريش ومش في مقدرتك ولا ليكي طاقه لحاجه زي كده، يبقى خلاص ما تجيش على نفسك. محدش هينفعك لما تتعبي او يجيلك حاجه، محدش هيحس بالتعب اللي انت فيه ده. خليكي مع ربنا، وربنا كمان بيقول سيهديهم الله ويصلح بالهم، سيهديهم الله ويصلح بالهم. عارفه يعني ايه؟ يعني بالك رايق، مش بتفكري في حاجه، انا سايبه كل حاجه على الله، سايبه كل حاجه لله، انا مطمنه. ليه؟ ظن في الله خير، حتى في وسط الظروف اللي انت فيها دي وبتمر دي، بس خير. اكيد ربنا باعت لي الحاجه او الموقف ده اتعلم منه حاجه، فاكيد ده خير ليا، اكيد ده خير ليا. بس انت بس تفهم الرساله وتعرفي المقصد من الموضوع اللي حصل لك ده. يعني عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، ممكن حاجه تحصل لك انت شايفاها وحشه، بس دي تبقى اجمل حاجه حصلت لك، لان انت اتعلمتي منها حاجه. حتى لو الحاجه دي وحشه، بس انت اتعلمتي حاجه. يمكن لو ما كانش حصل الموقف ده ما كنتش اتعلمتي الحاجه دي. تمام، وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. حافظي على نفسك، اهتمي بنفسك، قدر قيمه نفسك. ما تنسيش لايك وشير واشتراك لو اول مره تشوفيني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.